المغاربة يحصدون المراكز الأولى في مسابقة القارئ العالمي. دائما ما نسمع عن إنجازات عظيمة للمغاربة، وشيء جدا نفتخر فيه. النهاردة عندنا عندي مقطع لكم جدا خرافي، وجدا إن شاء الله تعالى تفتخر فيه بكونك مغربي. أنا طبعا مش مغربي، ولكن أنا عارف إن أنتم مش هتحرموني هذا الفخر. زي ما قلت لكم، شيء خرافي إن أنت تلاقي ما شاء الله المغرب متقدم في مجالات كثيرة، منها مجال المسابقة اللي احنا هنشوفها النهاردة. ولكن قبل ما أعرضها عليكم، دوست على زر الاشتراك، وما تنسوش تشيروا المقطع ده وتوصلوا ل 1000 مشترك في هذه القناه. خلونا على طول نروح نروح كده نشيك مع بعض المقطع ده. ليتس جو. أوائل ما في شاء الله. مسابقة القارئ العالمي. أولا الفائزون في فرع الترتيل، وهم: الفائز بالمركز الخامس المتسابق محمود أحمد عبد الرحيم. بالمركز الأول بجائزة القارئ العالمي في فرع الترتيل، وهو المتسابق أحمد محمد الخالدي من المملكة شوف يا عمي، المغربية. اول مغربي ما شاء الله. شوف ما شاء الله، ما شاء الله. لا، شيء جدا نفتخر فيه. الفائز بالمركز الثاني المتسابق زكريا عثمان حمامة من الجمهورية الجزائرية. الفائزون في فرع التدوير، وهم: طبعا الجائزة دي في الفائز البحرين اساسا. بالمركز الخامس المتسابق هشام ما علي شاء الله يا عم، العابدي من ما شاء الله. المملكة المغربية. الفائز بالمركز الرابع المتسابق يونس عبد ما الله شاء الله. خويلي شوف يا اخي، من شوف كمية المملكة المغاربة، المغربية. ما شاء الله. الفائز بالمركز الثالث المتسابق يونس مصطفى غربي من المملكة المغربية. شوف يا عمي، ما شاء الله، وكمان كفيف يا اخي. يعني ما شاء الله، ما شاء الله، ربنا يعظم اجره. يعني زي ما قلت لكم، شيء ما شاء الله خرافي وتفتخر فيه. الفائز بالمركز الأول بجائزة القارئ العالمي في فرع التدوير هو المتسابق محمد العربي قسطالي من المملكة المغربية. شوف الراجل يبكي طبعا، توصل للإنجاز ده شيء خرافي. الفائز بالمركز الثاني المتسابق محمد سمير مجاهد من مملكة البحرين. الفائز بجائزة قارئ الجمهور المتسابق خالد عبد السلام رياض من المملكة المغربية.
نشكر سعادة اتمنى يا شباب تكونوا الدكتور. استمتعتوا، دوست تحت على زر اللايك، ويعني زي ما قلت لكم لازم المقطع كنا نشوفه كده مع بعض ونفتخر فيه، واشوفكم ان شاء الله في مقاطع اخرى، ومع السلامه.